اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. يا عيني عليك يا منجز من التعب، يا عيني مش شايف ان انت بتصور علبه فاضيه يا ابني؟ لا، احب اقول لك انا تعبان بس مركز ومصحصح ليك. دي مسابقه هتحط في العلبه دي اشيك ولاعه من الاربع ولاعات اللي احنا هنشوفهم النهارده مع بعض، اللي في منتهى الشياكه والاناقه. وبصراحه انا محتار جدا انهي واحده فيهم تاخد اللقب. يلا بقى خلينا نشوف كوليكشن النهارده الجامد الرائع دوت هيقول لنا ايه وهيوصلنا لفين. نبتدي كده بحاجات من الحاجات الترس، يعني اللي بتشتغل بحجر. ومعانا برنس من زيبو والولاعة الفانتوم. يلا نشوف كده برنس من زيبو. الولاعة الصراحة صوت التكة بتاعتها حكاية رائع، مفيش أروع ولا أجمل من كده. والحالة الخارجية بتاعتها جميلة جدا وممتازة ومفيش فيها أدنى مشكلة. فتيل جديد طبعا، ما مليتهاش بنزين وممكن دلوقتي املاها بنزين عشان أتأكد إنها شغالة. فلحظة واحدة رجعت لكم بعد ما مليتها بنزين والولاعة اشتغلت وبكفاءة تامة. والولاعة زيبو من بره ومن جوه، وحالة كده في منتهى الجمال والروعة. يلا نروح مع بعض لرقم 2 في المسابقة. المتنافس التاني معاها هي ولاعة من اليابان، ولاعة فانتوم اليابانية التي دائما ما تصنع الفارق. ليه بتصنع الفارق؟ لان الماكينات اليابانية ملهاش حل يا جماعة. الماكينات اليابانية الولاعة دي من السبعينات ولسه شغالة لحد دلوقتي بكفاءة تامة، بتحاكي الرونسون في الشكل والأداء وطريقة التشغيل. يعني ستايل يشبه الرونسون جدا وطريقة اشعال تشبه الرونسون جدا، مع فارق بقى ان الولاعة صناعة ياباني، موديل فانتوم من شركة بينجوين اليابانية. طريقة الملو من المسمار ده كده، وهنا ده مكان زيادة الشعلة وتقليلها، اما تغيير الحجم من المسمار ده. وكده دي كانت تاني واحدة معانا. يا ترى باقي المتنافسين محضر لنا ايه يا جماعة؟ يلا نشوف باقي المتنافسين محضر لنا ايه، وهنروح مع بعض الى الولاعة رقم 3 في الكوليكشن والولاعة رقم 4 في الكوليكشن. والولاعتين بيشتغلوا بنظام الكتريك، يعني بيحتاج بطارية. نظام الالكتريك هنا في الولاعة الولاعة الوين بيشتغل بنظام ال 12 فولت، يعني بيحتاج بطارية كبيرة شوية. اما الولاعة الميكسين ولاعة من الولاعات الياباني الممتازة جدا، وطبعا معمولة مصنعة خصيصا للشركة المالكة علامة مالبورو. ولاعة بتشتغل بحجر 1.5 فولت، والولاعتين شغالين وبكفاءة تامة ومفيش فيهم أدنى مشكلة. يا ترى مين فيهم هتاخد المركز الأول وهتتحط في العلبة وتبقى جايزتها إن هي دي الولاعة المفضلة بالنسبة لي؟ فخلينا نشوف كده. أنا محتار ما بين حاجتين بصراحه ومش هضحك عليكم، من اول ما وصلني الطرد ده وانا محتار ما بين الحاجتين دول. انا بحب الولاعات الترس جدا لان هي قليل جدا لما بتخيش معايا، وبحب الولاعات اللي بلمسه واحده تقدر ان انت تولع بيها لان هي بتكون ممتازه. ولكن انا عايز اعرف دلوقتي رايك في الكومنتات، انهي تكون ولعتي اللي اقدر ان انا اعتمد عليها؟ يا ترى اختار ولاعه بحجر بترس ولا حجر الكترونيك؟ وانا صراحه من المفاضله ما بين الولاعتين، انا شايف ان اللي يكسب القرعه دي المره دي، وهسمع برضو رايكم في التعليقات، هي الولاعه الفانتوم اليابانيه. لان الصراحه مفيش اروع ولا اشيك من كده، وعارف ان هي صعب جدا انها تعطل معايا، ولكن في قلبي بجد يعني مش قادر اقول قد ايه، لاني اول مره اشوف الولاعه الماكسيم دي. ولاعة بصراحة في منتهى الشياكة والأناقة من جوه ومن بره، وبتشتغل بسنسور مجرد لمسة واحدة كده. ده سنسور ليزر، مجرد لمسة واحدة كده الولاعة تشتغل معاك حاجة كده عظيمة في الشياكة. انت قول لي ايه رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو قول لي نكمل في نفس الطريق دهون. واشوفكم في فيديو جديد. ده سلام.